وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. فولينا في هذا الوقت لو يحقروا هكذا الإنسان مثلا طويل بعلم، أو يحقروا الإمام أو المؤذن، ولكن دعوة المظلوم مستجابة. إياك وأن تحقر أخاك المسلم، وخاصة يكون إمام أو يكون له شهادات، فلحوم العلماء مسموم، فاحذر. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تروح تحقر أخوك المسلم، خاصة إذا كان إمام وكان متزود بالعلم، كما قال الشيخ نجيب جلواح ربي يحفظه، قال لك ماشي لازم يكون يعني في المسجد ينشر الدعوة، يكون هكذا عنده إزار هكذا مربع ينشر الدعوة إلى الله عز وجل. إياك وأن تحقر هذا الإنسان، فدعوة المظلوم مستجابة. فالواجب أننا نراعي أنفسنا ونرعى أنفسنا. إن شاء الله هذه الرسالة توصل، والشاهد يبلغ الغائب. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.